كلنا متسحورين في الامتحانات. بس انا يعني الحمد لله بقى عندي خبرة من كتر الصمود. بقى في كده شوية حاجات لازم تاخد بالك منها. يعني مثلا الطالب المصري بيبقى قاعد طول السنة قشطة شغال حلو وبيس والدنيا جميلة، ويجي ليلة الامتحان يبتدي ايه؟ عينيه ترف من التوتر ويتجنن. في حاجات لازم تاخد بالك منها. يعني انت بتيجي ليلة امتحان متبقاش عارف تذاكر من الكتاب ولا من ملازم دكتور مين ولا من لازم دكتور مين. انا مذاكرش. تروح الامتحان طبعا واثق من نفسك لانك مش مذاكر. فتبتدي تروح الامتحان تلاقي المراقب بيقول لك اكتب اسمك ورقم الجلوس. بجد والله. ايه ده؟ تصدق ما كنتش عارفها دي. هو انا بكتب غيرهم؟ والله ما بكتب غير اسمي ورقم الزفت. تيجي يبقى نفسك الدكتور يساعدك فتقول له لو سمحت يا دكتور والله في سؤال في الورقه بس عايزك تشرحه لي، تتاكد لي من حاجه بس، فيقول لك والله انا مش دكتور الماده. اما انت مش دكتور الماده جاي تنيل ايه؟ ايه يعني معدي من قدام اللجنه جاي تقف ليه علينا؟ وغالبا في واحده بيبقى اسمها مدام عفاف. لو مش مصدقني اسال بره. هي غالبا اسمها مدام عفاف دي بتراقب عليك. مدام عفاف ما بتعملش حاجتين غير انها ايه؟ بتاكل لبانه وبترغي في الموبايل. يا تحس لو جالها تليفون في البيت هتقول له لا استنى اما اروح اللجنه هكلمك. والله تتكلم في الموبايل فتقول لك حبيبي اعمل لك باميه ولا اعمل لك بسله ولا ايه؟ مدهوري بده يا انت وجوزك يا وليه هنسقط في جيل قدامك قاعد بيضيع. يجي واحد صاحبك متفق انت وهو ايه تظبطوا الليله، فتقول له يا اسطى والله السؤال الاول صح وغلط. فيقول لك ايه ده ماله؟ بيسلم على خالتك يالا هيكون ماله؟ رايح في المستشفى عايزين ننجح هينجزوا لي الاجابه. تيجي نفس الشخص المتخلف عايز منك سؤال فيقول لك يا اسطى والنبي رقم 5 في عل. فتبتدي تقول له الاجابه يقول لك بس انا شايف. انت مين انت عشان تشوف؟ يعني انت مين عشان تشوف؟ انت فاشل وغبي هتناقشني في الاجابه؟ ده انا اصلا مش عارف انا اجيبها منين. فكده نشد حيلنا يعني وان شاء الله ننجح. وبعدين تيجي تشيل ماده في الكليه يبقى اسمها ايه؟ ماده تخلفات. يعني انت متخلف. يعني قشطه ممكن تقتل المراقب ما تاخدش فيهم سجن، ما انت متخلف عادي. بس كده ربنا يسترها علينا يعني.